أميرة أديب من أصعب الشخصيات اللي احنا ممكن انسباير أي حاجة من لبسها، لأن هي بتختار في لبسها ايتمز تكون يونيك جدا، صعب قوي إن احنا ممكن نلاقيها في الدولاب بتاعنا. هاي ويلكم تو ميني فيديو النهارده هيكون ابسود 2 من ستايل بلوجرز، والنهارده هنستايل لبس أميرة أديب. كنت حطيت ستوري على الانستجرام خليكم تختاروا ما بين فاطمة وما بين أميرة أديب، وانتوا اخترتوا أميرة أديب. حاجة مهمة جدا كنت حابة إن أنا أقول لكم عليها. طبيعي جدا إن أنا ما يكونش عندي نفس الايتمز بتاعت الشخص المشهور اللي أنا بتفرج عليه. أولا احنا دماغنا واختياراتنا مش شبه بعض، صعب قوي إن حد يحب حاجة ويشتريها أكون أنا كمان بحب نفس الحاجة دي وأشتريها. فكرة من الفيديوز دي اول فيديو فيهم كان سارة هاني، وتاني فيديو فيه كان أميرة أديب، ولسه في 8 شخصيات جايين. مش ان احنا بنلبس نفس الحاجات بتاعتهم، لا احنا بنسباير من لبسهم باللبس اللي عندنا. في الفيديو اللي فات بتاع سارة هاني انا كنت عملت الميك اب بتاعها، لان هي من الشخصيات اللي بتحب تحط ميك اب حتى لو بسيط جدا، ودي حاجه انا شخصيا بحب ان انا اعملها. لكن أميرة أديب مش هنعمل ميك اب بتاعها، لان أميرة أديب في اغلب الصور بتاعتها هي مش حاطه ميك اب، ولو تحط ليبستيك وبلاش. انتوا متخيلين الدرجه من السلام النفسي اللي ممكن تخليني انزل من غير ما احط اي حاجه في وشي؟ فيلا بينا نبتدي ونشوف ايه هي الاوتفيتس اللي احنا هننسقها من أميرة أديب. زي ما قلنا احنا مش بنلبس نفس الايتمز، لكن بنختار او بنسباير من الحاجات اللي هي لابساها. كانت لابسه في الاوتفيت ده بنطلون جينز وايد ليج لونه اسود، البنطلون ده كان فيه كاتنج، وكمان كانت لابسه كروب توب لونه منت جرين، ولابسه من فوق بليزر جلد. انا مش عندي اغلب الايتمز دي، لكن هوريكم انا ازاي الايتمز بتاعتي هتطلع شبه الايتمز بتاعتها بالظبط. انا ما عنديش نفس البنطلون الاسود ده، لكن عندي بنطلون اسود تاني. البنطلون الاسود ده كان من بولان بير، والبنطلون ده برده كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات. هو مش وايد ليج زي بتاعها ومش واسع قوي، لكن في نفس الوقت هو ما بين الوايد ليج وما بين الشارلستون. هو ضيق كده من فوق شويه، يعني بصوا الرجل بتاعته ضيقه شويه ونازله على واسع، وكمان في نفس الوقت هي كروب من تحت، يعني بيوصل لحد الانكل بتاعت الرجل مش بيكمل لحد تحت. فده من اكتر البنطلونات اللي انا بحبها. كمان الجيب بتاعه بصوا عامل ازاي، واخد كل المساحه اللي من ورا. تip بسيطه حبيت ان انا اقول لكم عليها، ان اي بنطلون لو الجيب بتاعه رفيع من هنا ده هيتخنكوا قوي، هيبين ان انتوا تخان قوي من تحت ورفيعين من فوق. هاتوا بنطلون يكون الجيب بتاعه مغطي كل المساحه اللي من ورا. انا مش عندي نفس الكروب توب بتاع أميرة أديب، لكن عندي لون تاني شبهه. طبعا الجو بقى برد شويه، عندي نفس اللون بالظبط بس في بلوفر، فانا لبسته في بلوفر ده. البلوفر ده كان من ديفاكتو، وحقيقي من احلى البلوفرات اللي عندي، بيدفي بطريقه حلوه قوي. بصوا اصلا هو صوف. طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا ما عنديش بليزر جلد، حاسه اني محتاجه ان انا اشتري واحد من كتر ما هو بيتكرر في كل الناس تقريبا. لكن انا عندي جاكيت جلد واسع قوي اوفر سايز، فانا هلبسه بدل البليزر الجلد. انا بحب قوي اللون المنت جرين، لكن ولا مره فكرت ان انا البسه على اسود. عاده بحب ان انا البسه اكتر على ابيض، او من ساعه ما بقى عندي اصلا بلوفر ده وانا بلبسه على ابيض، لان انا ما عنديش اي منت جرين تاني. لكن ده خلاني ان انا احب شويه اللون الاسود على المنت جرين. حسيت ان هو اداه شكل اليجنت اكتر من اللون الابيض. اللون الابيض بيديله شكل كاجوال اكتر، لكن اللون الاسود حقيقي عجبني عليه قوي. عجبني فكره ان انا دمجت الصوف مع الجلد، لان دي حاجه بالنسبه لي انا مش حاسه ان انا كنت بعملها على طول. تاني ستايل لأميرة أديب، انتوا هتشوفوا الستايل ده هتقولوا اللي هو ايه المشكله اللي في الستايل ده، ممكن اصلا يخلينا ان احنا ممكن نحب ننسقه كله اسود في اسود وعليه كوتشي وخلاص. لكن الفكره في الاوتفيت ده كانت مختلفه تماما عن اي مره انا بشوف حد فيها لابس اسود على اسود، وبالذات لو الحاجه دي ملبوسه كاجوال. هي ان هي لابسه بنطلون يكون فورمال، يعني ممكن يتراح بيه اي مناسبه، ممكن يتراح بيه اي حاجه فورمال او سيمي فورمال. لبستها على هاي نيك كاجوال، وفي نفس الوقت لبست عليها كمان كوتشي. انا عمري في حياتي ما دمجت الاثنين دول مع بعض، عمري في حياتي ما دمجت حاجه تكون فورمال او سيمي فورمال ولبستها على حاجه كاجوال بالمنظر ده. ممكن فكره البليزر مع البنطلون الجينز دي الحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها في ان احنا ممكن نستايل اي حاجه تكون فورمال بشكل كاجوال. فلبست برده بنطلون لونه اسود فورمال، يعني بصوا الفورمال بتعرفوه اصلا من شكل الجيب بتاعه، كمان الكمر بتاعه، وكله وايد ليك، كله واسع قوي لحد تحت، يعني ما فيهوش مثلا جزء ضيق وبعد كده نازل على واسع. البنطلون بتاعها مقلم، لكن البنطلون بتاعي ساده، لان انا ما بحبش قوي البنطلونات المقلمه. مش عارفه، بحس ان هي شكلها بيبقى حلو على ناس وناس لا، مع انه هو بيطول وانا قصيره، لكن انا مش بفضل قوي النوع ده من البنطلونات. انا ما عنديش هاي نيك تكون لونها اسود. انا عندي تقريبا نفس شكل البلوفر ده بس مش هاي نيك. انا عندي البلوفر ده بصوا الايد بتاعته من تحت كده ليها منظر من تحت، او هي كمان بتكون واصله لحد هنا، تدي شكل حلو قوي ليه. الجسم كمان بتطول الايد. لبسته على كوتشي، وبصوا دي من اكتر الحاجات اللي عجباني ان انا استفدتها من الاوتفيت ده، لان حتى لو كنت فكرت ان انا ممكن البس الاوتفيت ده كنت هلبسه على هاف بوت تكون سودا، وكنت هخلي شكله فورمال اكتر. دي الفايده ان احنا ممكن نستايل اي حاجه بتاعه شخص تاني ايا كان مين هو الشخص ده، لان ده بيخلينا ان احنا ممكن يكون عندنا افكار تانية لللبس بتاعنا نلبسه ازاي بطرق مختلفه عن الطريقه اللي احنا متعودين نلبسه بيها. ليت اوتفيت، شايفين الاوتفيت ده؟
انا مش متخيله ان انا ممكن البس بنطلون بالمنظر ده، ان ده مش الستايل بتاعي تماما. فكره ان حد يلبس بنطلون زي ده محتاج حد يكون جريء قوي، محتاج حد يكون كيوت في نفس الوقت، او شخصيته اصلا بتسمح له ان هو ممكن يلبس حاجه زي كده. وانا الستايل بتاع لبسي عكس ستايل بتاع اميره اديب تماما، ففكره ان انا اختار الوان او ستايلات من الستايل بتاعها وانا انسقها بالستايل بتاعي دي من اصعب الحاجات حقيقي. لينا نشوف الحاجات السهله الاول. هي لابسه فيه جاكيت جلد، انا كمان هلبس نفس الجاكيت الجلد اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي. ده ما فيهوش اي حاجه، الفكره بس في الجاكيت بتاعه ان هو كان كروب، لكن انا بتاعي طويل لان انا عموما بحب الحاجات الواسعه والطويله. هي لابسه حاجه تكون بيزك اسود، فانا هلبس نفس الحاجه. ده ولا براند ولا اي حاجه، لكن هو تي شيرت اسود بياخد شكل الجسم شويه، فبحب ان انا يكون عندي على طول، علشان لو هلبس حاجه تكون واسعه قوي من فوق فممكن البسه ده من تحت. البنطلون بقى انا فكرت في حاجتين. اول حاجه انا ما عنديش خالص البريندي، فاكيد ان احنا مش هنلبس البريندي، لكن فكرت ان انا البس بنطلون ابيض. كان عندي قصادي حاجتين. اول حاجه بنطلون ابيض يكون هاي ويست لكن في نفس الوقت لونه ابيض. تاني حاجه ان انا ممكن البس بنطلون جينز لونه ابيض. انا البنطلون الجينز مش بحبه قوي، بحب اكتر البنطلون الابيض القماش. فلو الطبيعي انا كوسام هلبس ايه، هلبس البنطلون الابيض القماش. لكن احنا هنا مش بنلبس الحاجه بتاعت وسام بس، احنا بنلبس الحاجه بتاعت وسام وفي نفس الوقت بتاعت اميره اديب. انا لبست البنطلون الجينز. البنطلون جينز ده من اكتر البنطلونات اللي انا جبتها، وممكن اكون قلت لكم عليها في فيديو قبل كده ان انا بحبها قوي، لكن دلوقتي بعد فتره من استخدامها حاسه ان انا ندمت ندم كبير قوي ان انا اشتريتها. البنطلون الابيض ده كان من سيزارو. هو البنطلون مش شفاف، يعني مش دي الحاجه اللي ممكن تضايقني فيه خالص، بالعكس البنطلون تقيل ودي حاجه كويسه جدا. ان هي صعبه قوي ان احنا ممكن نلاقي بنطلون يكون ابيض لكن مش شفاف. لكن الفكره بقى فيه في ايه؟ اولا هو بيتكرمش بطريقه وحشه قوي، يعني بصوا البنطلون بيتكرمش بطريقه مش طبيعيه. يعني انا لسه كاويه البنطلون ده، بصوا شكله عامل ازاي. من هو من قدام في حاجه غلط انا ما كنتش واخده بالي منها خالص وانا بشتريه. البنطلون ده بسبب ان السوسته بتاعته صغيره قوي كده، ان البنطلون لا هاي ويست شويه، لكن في نفس الوقت السوسته بتاعته عشان قليله، فبحس ان هو في حاجه غلط من المنطقه دي. حد مننا بقى ممكن يلبس بنطلون يكون عليه انيمال برينت، ده احتمال، لكن حد مننا ممكن يلبس بنطلون يكون عليه كاو برينت، دي حاجه صعبه، ودي حاجه انا مش بشوفها خالص تقريبا في وسط الناس اللي حواليا. عايزه بس اقول لكم على حاجه بسيطه. المكان اللي اميره اديب واقفه فيه ده المكان اللي انا بشتري منه كل الكتب بتاعتي. حقيقي اسعار المكان ده في الكتب حلوه قوي، يعني اسعاره مختلفه تماما عن باقي الاسعار، اسعاره رخيصه. رابع اوتفيت بقى، طبعا احنا حافظين زي الفيديو اللي فات ان احلى واهم اوتفيت انا هسيبه للاخر. ده الرابع اللي هو قبل الاخير. كانت لابسه فيه تيشرت ابيض نص كم، والتيشرت ده بيزك عادي جدا. كمان كانت لابسه فيست يكون جلد. انا مش بحب خالص الفيست الجلد اللي هو بيكون كات، بحب الجواكت اكتر، فاكيد ما عنديش حاجه زي كده. كمان من تحت هي مش باين هي لابسه ايه. انا هلبس من تحت مونوكروم، واحط الفيست الاسود من فوق علشان هو يكون ستيتمنت بيس في الاوتفيت بتاعي. هلبس عليه البنطلون الابيض اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي، وهلبس من فوق تيشرت يكون ابيض بس بكم. التيشرت ده كنت برده وريته لكم في الفيديو اللي فات، كان من روجادا. من فوق انا ما عنديش خالص زي ما بقول لكم حاجه تكون جلد بالمنظر ده، بس عندي البفر جاكيت اللي هو بيكون برده زي الفيست او بيكون كات كده من غير اي حاجه. وكنت عملت لكم فيديو كامل ازاي ممكن انسق حاجه زي كده، لان هي نازله موضه جدا السنه دي. فهلبس ده برده من فوق. اخر واهم اوتفيت بالنسبه لي، الاوتفيت ده عاجبني قوي. ليه عاجبني؟ عشان هي كانت لابسه فيه سويتر يكون لونه احمر، والسويتر ده اوفر سايز قوي. كمان عاجبني قوي فكره ان هي كانت لابسه شنطه بيضه مع اللون الاحمر، وفي نفس الوقت الدرجه دي من الجينز اللي هي لابساها. طبعا هو البنطلون مش كله باين، لكن الدرجه دي من الجينز اللي هو الجينز الفاتح مع اللون الاحمر احلى الدرجات اللي انا بحبها جدا مع بعض، غير مثلا اللون الاحمر مع الجينز الغامق، لان اغلب الناس بتحب لما تلبس لون احمر ان هي تكتم اللون شويه من تحت وتلبس عليه جينز يكون غامق. انا عندي نفس السويتر ده تقريبا لكن بلون احمر اغمق سيكه صغيره، فانا هلبس السويتر ده. برده السويتر ده اوفر سايز قوي، يعني واسع جدا. الايد بتاعته تحفه، بصوا الايد بتاعته واسعه قوي قد ايه، يعني حرفيا انا ايديا فيها مثلا قد كده، وبقيه كده واسع قوي. فانا حقيقي عاجبني قوي السويتر ده، متبطن كده من تحت. من تحت هي باين هي لابسه تي شيرت ابيض يكون اوفر سايز تحت السويتر الاوفر سايز. فانا عندي نفس التي شيرت ده لكن انا مش لاقيه خالص، فانا قررت ان انا البس التي شيرت ده. التي شيرت ده كان من اتش ان ام، طبعا واضح ان هو ملبوس كتير قوي عشان انا فعلا ده من اكتر التيشيرتات اللي انا بحبها وبلبسها كتير قوي. التي شيرت ده واسع قوي. بصوا انا ما كنتش جايباه اوفر سايز، بس انا كنت جايباه في وقت انا كنت فيه مليانه كتير قوي عن دلوقتي، فهو دلوقتي بقى اوفر سايز.
الجينز فعلشان كده لبسته. برضو الجينز ده كان من بول اند بير، ده شارلستون وفيه كاب كده من عند الركبه. من ساعه لما اشتريت البنطلون ده، انا اشتريته في مشتريات الصيف، لان انا كنت عملت لكم عنها فيديو من شهرين تقريبا. من ساعه ما اشتريته وانا ما بلبسش غيره. في كل الاوتفيتس انا ما كنتش بوريكم خالص الشنطه، لكن حسيت ان اصلا الستيتمنت بيس في الاوتفيت ده هي الشنطه البيضاء مع السويتر الاحمر. انا ما عنديش شنطه بيضاء، لكن عندي الشنطه دي. الشنطه دي كنت جايباها من ميدان الجامعه ب 150 جنيه. دي كده كل الاوتفيتس اللي انا قررت ان انا اعملها ستايلنج لاميره اديب. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي. باي باي.